كلثوم. وسعدتي صباحا كلثوم. صباحك سعيد حسام، صباحكم سعيد مشاهدينا، اهلا بكم معنا في صباح الاخبار. اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم الى صباح الاخبار على قناتكم ميديان تي في بطنجه، الى هذه الفتره الاخباريه الصباحيه المنوعه المتضمنه كالمعتاد فقرات ومواضيع ومواد اخباريه نستهلها بنشره مفصله لاهم واخر الاخبار رفقه كلثوم البارزه. اليوم رئيس الحكومه المغربيه سعد الدين العثماني يؤكد على تثمين مضامين البلاغين الصادرين عن الديوان الملكي فيما يخص اعتراف الولايات المتحده الامريكيه بمغربيه الصحراء. إلى أقوال الصحف بعد ذلك أهم ما ورد من عناوين ومواضيع في الصحف الصادرة هذا الصباح. صحيفة بيان اليوم المغربية ركزت على موضوع تحذير منظمة الصحة العالمية من خطر موجة وبائية جديدة مطلع العام المقبل، وعناوين ومواضيع أخرى في الصحافة المحلية والدولية سنتابعها رفقة سحر بن سليمان. ثم نمر إلى عالم الاقتصاد، آخر الأخبار الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي. في المغرب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تطلق البوابة الوطنية للدعم المقاولاتي، إضافة إلى أخبار اقتصادية أخرى ستوافينا بها لاحقا الزميلة أميمة سبيلة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى أولى فقرات صباح الأخبار مع نشرة الأخبار رفقة كلثوم. نشرة الأخبار هذه أبرز عناوينها. رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يعبر عن تثمين الحكومة لمضامين البلاغين الصادرين عن الديوان الملكي فيما يخص اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، والحكومة تهنئ الملك محمد السادس على هذا الإنجاز التاريخي الذي حققته قضية الوحدة الترابية الوطنية. المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب تشيد بالتزام المملكة الملموس في مجال تدبير الهجرة، كما تنوه الوكالة الأممية بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. الرئاسة النيجيرية تعلن تحرير جزء كبير من التلاميذ الذين اختطفوا يوم الجمعة الماضي شمال غرب نيجيريا. ونبدأ بهذا الخبر، حيث بعث الملك محمد السادس برقية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون أعرب فيها له عن متمنياته بالشفاء العاجل على إثر تأكد إصابته بعدوى كوفيد-19. وأعرب العاهل المغربي عن تمنياته بأن يستعيد ماكرون سريعا كامل عافيته في القريب العاجل، معربا في ذات الوقت عن كامل دعمه للرئيس الفرنسي. بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس بالرباط مع نظيرته من جمهورية الكونغو الديمقراطية ماري تومبا دزيزا التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب، بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين. وخلال هذه المحادثات سجل الوزيران بارتياح تقارب وجهات نظر البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين عزمهما على العمل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات. جددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتجارة بأنتيغوا وبربودا أمس التأكيد على دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره حلا لقضية الصحراء المغربية. هذا وعبرت الوزارة في بلاغ لها عن انخراطها الراسخ ودعمها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا لقضية الصحراء تحت السيادة المغربية في احترام للوحدة الترابية للمملكة. عقب التطورات الأخيرة في ملف الصحراء المغربية، قال الحزب الوطني الباسكي أنه يتعين على جبهة البوليزاريو أن تستوعب الفرق بين الممكن والمستحيل من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء. هذا وقال إيتور إستيبان الناطق الرسمي باسم الحزب في مجلس النواب الإسباني في جلسة بحضور رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، قال إنه من وجهة نظر جيوستراتيجية فإن البوليزاريو انهزمت، وبالتالي عليها أن تبحث عن حل في إطار الممكن. هذا وأضاف إستيبان أنه لا يمكن التغاضي عن الأهمية الجيوستراتيجية للمملكة المغربية في إطار محاربة الإرهاب والهجرة غير القانونية ومجالات أخرى، مشددا على ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب، واصفا المملكة بالبلد المهم بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي.
في موضوع آخر، وفي جديد الحالة الوبائية بالمملكة، أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي 3163 مصابا بالفيروس التاجي. أما فيما يتعلق بالوفيات فقد أعلن عن تسجيل 55 حالة وفاة خلال 24 ساعة. أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة عبر تقنية الفيديو، أكد على تثمين مضامين البلاغين الصادرين عن الديوان الملكي فيما يخص اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. كما هنأت الحكومة الملك محمد السادس على هذا الإنجاز التاريخي الذي حققته قضية الوحدة الترابية الوطنية. من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي إن الحكومة المغربية ثمنت أيضا مواقف المملكة الثابتة من القضية الفلسطينية. انعقد يومه الخميس 2 جمادى الأول 1442 الموافق ل 17 دجنبر 2020 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة بتقنية المناظرة المرئية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، الذي ألقى في مستهل الاجتماع كلمة عبر من خلالها عن تثمين كافة أعضاء الحكومة لما جاء في البلاغين الصادرين عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، واللذين تم من خلالهما إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي بالقرار التاريخي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها. كما تمن أعضاء الحكومة المواقف الثابتة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية، وعزم المملكة مواصلة جهودها من أجل إيجاد حل منصف وعادل لهذه القضية. كما أن الحكومة تهنئ صاحب الجلالة نصره الله والشعب المغربي على هذا الإنجاز التاريخي الهام، وكذا المنعطف الإيجابي الذي عرفته قضية الوحدة الترابية لبلادنا. إلى ذلك أكد السيد رئيس الحكومة على تعبئة الحكومة بجميع مكوناتها من أجل تفعيل القرارات المتخذة من طرف المملكة المغربية ومواجهة كل محاولات التبخيس أو المزايدة لهذه الإنجازات أو تحريفها والتي يقودها البعض، وكذا تجند الحكومة اللامشروط وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وخلال المجلس الحكومي قدم ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قدم إفادة بخصوص تطورات القضية الوطنية على ضوء مستجدات القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية. سلام الله عليكم ومرحبا أيها المتابعون الكرام. وزيرة خارجية إسبانيا تتحدث عن اتصالات مع الرئيس الأمريكي الجديد للتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء. إلى التفاصيل. كشفت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتا غونزاليس لايا عن وجود اتصالات بين بلادها وفريق الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن من أجل التراجع عن قرار اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء المغربية المتخذ من طرف الرئيس دونالد ترامب مؤخرا. وأشارت المسؤولة الإسبانية خلال برنامج إذاعي أن موقف إسبانيا رافض تماما للتوجه الأحادي في العلاقات الدولية، معتبرة أن ملف الصحراء من اختصاص الأمم المتحدة فقط، ولا يحق لطرف واحد أن يحسم فيه حسب زعمها. وأضافت الوزيرة أنه لا توجد لحد الساعة أخبار أكيدة حول تراجع الولايات المتحدة عن القرار، حيث لا يزال المقترح قيد التقييم وإعادة النظر. في حين فندت المسؤولة الإسبانية
الأنباء التي تفيد بتوتر العلاقات الدبلوماسية بين بلادها والمملكة المغربية عقب تأجيل الاجتماع الثنائي بين البلدين الذي كان مقررا إقامته الشهر الجاري بالرباط. هنا نكون قد انتهينا. شكرا جزيلا على مشاهدتكم. سلام الله عليكم.